السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم عن رؤية الخاتم او الدبلة او الغويشة في المنام. بس قبل ما اتكلم عنهم يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني واشترك في القناة يا جماعة، لان رؤية الخاتم والدبلة دي جات لي كتير في التعليقات. بص يا حبايبي، لو واحدة متزوجة وشافت الخاتم وفصه جميل ويبهج كده وحاجة مبهجة، ده زوجك، حاجة هتبقى كويسة ليكي وهيبقى حاجة جميلة جدا. تمام؟ طيب لو شفتي ان الخاتم ده، دي للست المتزوجة، لو شفت ان الخاتم ده مكسور او فصه وقع او الخاتم ضاع منك، مشاكل بينك وبين زوجك وهتؤدي للانفصال. تمام؟ او خسران حاجة كبيرة من يعني، او فقدان زوجك شغله او حاجة كبيرة. تمام يا جماعة؟ لانك انت اللي لابساه، انت بتلبسيه، فده حاجة بقى لما تشوفيه وقع منك، ضاع، اتكسر، اتقطم، فص وقع منه. لو الفص وقع منه ده خسارة شغلانة جوزك. الخاتم كله اتقطم او اتعمل منك، اتقطم او اتكسر منك، اعرفي ان ده في فصلان بينك وبين جوزك او مشكلة هتأدي يعني مشكلة كبيرة جدا، والله اعلى واعلم. طيب لو بنت مخطوبة وشافت برضك ان الدبلة او الخاتم بتوعها اتكسروا او ضاعوا او وقعوا منها، الموضوع مش هيكمل، عشان بتيجي لي كتير في التعليقات، الموضوع ده مش هيكمل نهائي. تمام؟ طب لو شفت ان انت صلحتيه ولبستيه، هيبقى ده تصليح امور ليكي والموضوع هيرجع تاني، هيكمل تاني. برضك للست المتزوجة ان الموضوع هيكمل تاني، او ان انت العلاقة هترجع بينك وبين زوجك، هيحصل صلح بينكم وبين بعضيكم. تمام؟ طيب لو شفت لو شفت لا قدر الله واحدة سرقت منك الخاتم او سرقت منك الدبلة، اعرف ان في واحدة عينها من زوج، او هتاخد منك خطيبك او هتاخد منك زوجك. تمام؟ لو خدته، لو شفتها ان هي بتاخده منك او خدته منك كده وانت شايفاها هي اعرف ان في علاقة. تمام يا جماعة؟ طيب لو شفت بقى ان انت جايلك خاتم كويس وحاجة كويسة وجوزك بيديها لك او انت لابساها في ايدك وفرحانة بيها حاجة في شأن جوزك هتتعدل، علو في الشغل جوزك هيسافر وهيبقى حاجة كويسة جدا، حاجة عايدة عليك، حاجة هتتباهي بيها كده. تمام؟ لو بنت برضو كعزباء وشافت في المنام ان هي لابسة خاتم حلوة قوي او دبلة حلوة قوي او مقاسها ومظبوط عليها، اعرف ان ده العريس ده مظبوط عليكي بالملة وبالشعرة، وهيبقى كويس جدا وهيبقى طيب وابن حلو، هيبقى له مكانة عالية ويخليكي في مكانة عالية زيه بشكل الخاتم او بلون الدبلة. حاجة كده تلاقيها كده مبهجة وحاجة حلوة، اعرفي ان الخطوبة دي او الشخص ده كويس ليكي جدا. تمام يا جماعة؟ فده بيبقى فقدان حاجة، يعني ده قصاد ده، سواء للرجل او للست. يعني لو راجل شاف ان هو لابس خاتم كويس وحاجة كويسة وحلو، ده ربنا بيبارك له في، يعني مراته كويسة ومقاسه وبتسمع كلامه وست هادية ونفسها كويس وماشية بيته وماشية دنيته بيتباهى بيها، لابسها كده حاجة كده خاتم كده او الدبلة بتاعته بيتباهى بيها، حاجة جميلة جدا. غير ان هو بقى يشوف ان لو الدبلة بتاعته اتقطمت، اتكسرت، ضاعت منه، وقعت منه، ده خسران حاجة كتيرة في العلاقة الزوجية. والله اعلى واعلم يا جماعة. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.